شوفوا هالموقف القوي من ضابط العراقي. هالموضوع صار في زربلاء في موسم الزيارة، موسم تكاثر الحيوانات والخنازير، وهالضابط شاف واحد إيراني يمشي كذي وشك فيه. الضابط هذا الله أعلم عنده حاسة ثامنة عاشرة الله أعلم، لكنها محنك، وشك في هذا الإيراني واستوقفه وقال له لو سمحت على التفتيش يلا، أنا اليوم راح أغربلك وياي. والحين بياخذه وياه إلى غرفة التفتيش والتحقيق، ويا ويله وسواد ليله إذا حصل عنده شيء. وهذا الإيراني على باله المشاية سردح مردح، ما لها حارس، ما لها ضباط، ما لها شرطة. الحين شوفوا التفتيش الدقيق. أول شيء راح يبدأ يفتشه من تحت الله الله يلعنك يا الذليل. بوسة الثاني بعدين بوسة الله يلعنكم ويلعن اللي جمعكم. هيهات من الذلة، ها هذا مكانكم انتم تحت الأحذية. هذا اللي يتهمك يقول لك يا الصهيوني ولا ويفتخر. لايكي